الافندي رايح يعمل كاريكاتير يسيء للاسلام. ده كلام عيب عيب. طبعا انا ضد هذا الموضوع بشدة، ولكني لن اترك هذه الملفات. هنبتدي نجهز بالمستندات ملفات الفساد المتورط فيها نجيب ساويرس واسرته. قبل ما نروح نشوف الفيديو ده في عملية مصنع اسمنت السويس، ما هو عشان كده انا بقول لكم اكيد جمال وعلاء مبارك كانوا مشاركينه، لان في حاجة تانية حصلت بقى. ايه؟ عينوا والدته، والدة الاستاذ نجيب ساويرس، تم تعيينها عضو في مجلس الشعب من ال10 المعينين في برلمان 2005. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. سأستمر ذاكرا للحق، سأستمر قائلا كلماتي الواضحة. هناك فرق شديد جدا بين أن أكون صديقا للولايات المتحدة الأمريكية وبين أن أكون تابعا للولايات المتحدة الأمريكية. هناك فرق بين التبعية والصداقة. الصداقة العين بالعين والسن بالسن والمصلحة بالمصلحة، وأنا صديق للولايات المتحدة الأمريكية. وبقول تاني، أنا رحت إسرائيل، وأنا اللي قلت إن أنا رحت إسرائيل ودخلت معاهم في معركة ورفعوا علي قضايا في فرنسا واتهموني أنني عدو من أعداء السامية، وقلت لهم أناظركم في قلب بيتكم، في قلب الخارجية الإسرائيلية. والحمد لله حققت انتصار. الدنيا كلها والامريكان وكل اللي كانوا بيتابعوا الموضوع والالمان نلت احترامهم، لان هم كانوا في القضيه مشبكيني مع المانيا ومشبكيني مع فرنسا وطالبين منع دخولي دول الاتحاد الاوروبي. هيقلي الكلام ده موجود برضه على النت، بس انا ما حبيتش اسوق الموضوع في وقتها، لكن موجود. رحت علشان خاطر اخوض معركة. من ضمن الحاجات اللي زيحها الاخ المتأجر الشنكحاوي اللي بين اسمه الزعبلاوي، اشارة قناة الفراعين مباشر من غزة. هو كون ان انا اروح غزة اعمل حلقات هناك جريمة؟ وكان حد حاسس باللي بيحصل في غزة؟ وانا رحت واصريت على المروح في عز ما كان المعبر مقفول ومصر منع، وقلت اروح رغم انني اختلف مع حماس. اختلف مع حماس دي قضية، لكن كل ان هم عرب مسلمين لهم حق دي قضية تانية. لازم نفرق. الاستاذ المتأجر استاذ الشنكحاوي اللي اجره نجيب لا يعرف يعني ايه اشكناز، ولا يعرف يعني ايه سفردين، ولا يعرف يعني ايه الكلام اللي انا قلته، ولا يعرف الهدف من الكلام اللي انا قلته، لان ده لو عرف ما كانش هيتأجر. انما طبعا انا لما بحب اجر عجلة بأجر عجلة ليه؟ لما بحب اجر بسكليتة بأجر بسكليتة ليه؟ لما بحب اجر عربية بأجرها ليه؟ وكله بتأجر، وانتوا عارفين كله ايه اللي بيحصل فيه. علشان ما عندهمش عقل، انا اللي بقودهم. ما بأجر البسكليتة او العجلة او الموتوسيكل او العربية ما عندهمش عقل، انا اللي بركبهم وبدفع فلوسهم. فطبعا عدم وجود العقل تمام ده موضوع تاني. فكل ما كانت العربية الموديل بتاعها عالي كل ما دفعت فيها فلوس ايجار مش شراء. فالحقيقة الاستاذ نجيب انا بشكره جدا جدا من كل
يعني براعي إن عنده قناة ومش عايزين نخبط في بعض، ويعني على خفيف كده لأن مصلحة الشعب هي الأولى. ولكن أنا بشكره إن هو أسقط هذا الموضوع بالنسبة لي، وهو بقى جاني على نفسه. عامل له إيه بقى؟ هو اللي فتح على نفسه. عامل له إيه؟ أنا ما بخافش إلا من ربنا. يأتيكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولن أقدم لحضراتكم أي موضوع عن الأستاذ نجيب ساويرس إلا بالمستندات، وطلب مشفوع إلى المجلس العسكري والنائب العام والرقابة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه. مش دعوة، أنا لا بخاف من رجالة أمريكا ولا يلزمني رجالة أمريكا. أنا بقولها على الهوى، أنا صديق للأمريكان، العين بالعين السن بالسن، ولكني لست تابع. أنا ما بلحسش جزمة أمريكا ولا رجالة أمريكا.